السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، نرحب بكم طبعا في النادي اليمني الكندي، طبعا في حق النادي اليمني الكندي. طبعا اعذروني، كنت منشغل هذا اليومين مع مشروع التخرج، كنت مسافر إلى مدينة فانكوفر، قدمت مشروع التخرج والحمد لله. طبعا كان مشروع التخرج للجامعة هو مكتب لينكيو للخدمات العامة، والذي هو فيه بنقدم فيه عدة خدمات عامة، من ضمنها يعني شراء بيوت، بيع سيارات، شراء سيارات، تقديم قبول للطلبة في جامعات كندية وغير كندية، موقعين مع 42 جامعة حول العالم الحمد لله. وطبعا في الخدمات الهجرة معانا مستشار في مجال الهجرة الكندية بيشتغل معنا في المكتب. طبعا على اساس موضوع الهجرة، احنا بالنسبة لنا الخدمات اللي بيقدمها المكتب هو يعني اذا يعني هي المهارات او كمستثمر. يعني اذا انت عندك مثلا اللغة الانجليزية، اختبار الايلتس، وعندك مثلا مؤهل جامعي او دبلوم او حاجة زي كذا، وعندك خبرة عمل، طبعا لانه كلها بيحتسب بالنقاط، او انك مستثمر وحابب تستثمر هنا في كندا، طبعا في لها مبالغ معينة. اعتقد مثلا انتاريو اعتقد يكون حدود $400,000 حاجة زي كذا، وفي بعض الولايات او المقاطعات هنا في كندا يمكن من 150 حاجة زي كذا. فطبعا هذه الخدمات اللي نقدمها ايضا، وعدة خدمات اخرى. طبعا هذا هو كان موضوع مشروع الجامعة، لانه على اساس كان عندي شركة في مجال الاتصالات كمستشار في الاتصالات. فطبعا لما اخذت الدراسة هذه او البكالوريوس هذه في ريادة المشاريع، طلبوا مننا مشروع جامعي ضروري عشان تتخرج ويجيبوا لك الشهادة، ضروري يكون عندك مشروع حقيقي وواقعي. فلهذا ضفت الخدمات الثانية هذه للشركة حق اللي هي موجودة حق استشار الاتصالات. طبعا أنا مستشار في مجال الاتصالات، في هذا ضفنا الخدمات الثانية. طبعا اليونيك في الموضوع هذا، طبعا ضروري انك في الجامعة لما تقدم مشروع ضروري يكون يعني مميز. فالمميز في المشروع هذا ان هي عدة خدمات تحت شركة واحدة. طبعا انا بالنسبة لي صاحب الشركة صح، ولكن الخدمات هذه اللي موجودة طبعا هنا في كندا على اساس انك تشتغل كمستشار هجرة او محامي هجرة، ضروري يكون عندك تصريح من وزارة الهجرة الكندية. فانا طبعا انا مش عندي التصريح، ولكن الشخص الذي عندي المستشار اللي ماسك الموضوع هذا، هو اللي ماسك الشيء هذا، هو عنده ترخيص من وزارة الهجرة. مثلا حق شراء البيوت وبيع البيوت، طبعا هذه ضروري هنا في كندا ضروري يكون لها تصريح. من عندي شركة في الريال استيت اللي عندهم تصريح قانوني على الشيء هذا. فكل الخدمات هذا هي الميزة في المشروع. الحمد لله خلصنا كل شيء وقدمنا، اللهم لك الحمد والشكر. فطبعا بالنسبة للأيام هذه اللي راحت، يعني كان في مواضيع يتم تداولها ومناقشتها من ايش بيحصل على موضوع كندا وموضوع كندا والهجرة والأشياء هذه. فطبعا احنا الحمد لله يعني بعمل جماعي بأعضاء النادي اليمني الكندي، و يعني تواصلنا مع الجالية اليمنية الكندية في تورونتو والجاليات الأخرى، وهم موجودين معنا في النادي اليمني. فتناقشنا في موضوع ايش اللي بيدور حاليا هنا في كندا باسم النادي، باسم الجالية اليمنية في تورونتو، وباسم يمن كرايسس. وتناقشنا وطبعا الحمد لله أعضاء النادي اليمني هم منهم ناس دكاترة، منهم ناس يعني مستثمرين، منهم ناس يعني لهم في البلاد هذه فترة طويلة من 26 سنة من 30 سنة. فالحمد لله طبعا هو القرار لما بيخرج او اي شيء بنعمله جماعي. فالحمد لله طبعا كما تعرفون الجالية اليمنية الكندية في تورونتو ممثلة بالقائم بأعمال الرئيس علي الضمدي. الحمد لله فعلنا تم إصدار بيان ووضعناه في صفحة الجالية اليمنية في تورونتو في الفيسبوك، ونشرنا البيان هذا بقدر المستطاع. والبيان هذا نحن بنحاول نظهر انه ليس لنا علاقة ان كانت كجالية في كندا في تورونتو او الجالية الثانية الذي هي في كندا، منها جالية كالغاري وجالية فانكوفر، جالية اوتاوا. ليس لنا علاقة بالخالص او كنادي يمني او كيمن كرايسس. طبعا يمن كرايسس هذا اللي قدمنا فيها العريضة لرئيس الوزراء الكندي ووزير الهجرة على اساس ان احنا نبعد بند اللجوء، بند منظمة الأمم المتحدة. يعني اي واحد يقدم لجوء ما عاد فيش داعي يروح للمفوضية، فهذا بنحاول ان احنا نبعد له.
باسم يمن كرايسيس. فاحنا اصدرنا بيانات وتكلمنا انه ليس لنا اي علاقه بالمبادره الذي بيقوموا بها بعض الاخوه الذي هي كرايسيس يمن. احنا ليس لنا اي علاقه في الموضوع هذا، وحاولنا نحن نفهمكم. فطبعا شوفوا يعني على اساس ان احنا نوضح بعض الاشياء، وطبعا قد وضحوها الشباب، وضحناها في مقاطع ثانيه وبيانات اخرى، انه هنا في كندا كل شيء يمشي بقانون. الاشياء الثانيه قد قلنا لكم يا جماعه، ووضحنا لكم اكثر من مره، انه هنا في كندا عمليه دخول كندا هي الطرق هذا اللي شرحت لكم من قبل. هي اول شيء انك تكون عندك خبره عمل، اللي طبعا هذه يسموها فئه المهارات. يكون عندك خبره عمل، ويكون عندك لغه انجليزيه الذي هو اختبار الايلتس، او اذا عندك فرنسي اختبار الفرنسي، في اختبار معين اسم معين الاختبار هذا، وتكون عندك جامعي، مؤهل جامعي او دبلوم او مثلا كليه. طبعا هذا كله المؤهلات هذه على اساس انك يعني توصل لفئه المهاره هذه. في طبعا استماره وفي فيديو انا قد وضحته مسبقا كيف تعرف اذا كنت مؤهل للهجره الى كندا او لا. طبعا هذا الاستماره في موقع وزاره الهجره الكنديه اللي هو cic.gc.ca. تعبي الاستماره هذه الاستبيان هذاك، وبعدين تقول له مثلا انا عندي انجليزي، اختبرت اختبار الايلتس، عندي درجه 7، عندي زوجتي انجليزي عندها درجه مثلا 4. المهم تعبي البيانات هذه كله، ونهايه المطاف يقول لك اوكي انت مؤهل انك تقدم على فئه المهارات الهجره الى كندا. تمام، انت مؤهل خلاص. بعدها يجي يقول لك اوكي انت عليك تعبي الاوراق او الاشياء هذه الموجوده المطلوبه منك على اساس انك تستمر في العمليه هذه. طبعا شوفوا الحلو هنا في وزاره الهجره الكنديه انها تسهل لك بكل الطرق انك حتى ما عاد تحتاج لا مستشار قانوني في الهجره الكنديه ولا عاد تحتاج محامي. يعني شوفوا عندنا في المكتب خدمات المكتب منها خدمات الهجره اللي نحن نساعد على موضوع الاستثمار او فئه المهارات، نساعد في الاشياء هذه. وطبعا مستشار الهجره عندنا بياخذ عليها مبالغ، ولكنه شوفوا وزاره الهجره الكنديه اللي هو cic.gc.ca شرحت بكل وضوح. لو يعني مثلا انتم شوفوا ناس متعلمين تدخلوا لموقع وزاره الهجره الكنديه cic.gc.ca تمام، وتقرا بالتفصيل يقول لك بالتدقيق بعد ما تعبي الاستبيان يقول لك انت عليك تعبي الاستماره هذه 1 2 3 4. هذا المتطلبات كله سهل جدا، ما تحتاج لمحامي ولا تحتاج شيء. ولكنه طبعا اذا انت يعني عايز تضمن الموضوع هذا او شيء زي كذا، انه يعني يكون في واحد فاهم القانون انه يعبي لك الاستمارات هذه، ما فيش مشكله. ممكن تشوف اي محامي او مستشار هجره، بس تتاكد من مصداقيه المحامي هذا. وكيف تتاكد؟ عملت فيديو انا اخر وشرحت لكم فيها كيف تتاكد انه المحامي الهجره هذا او المستشار، طبعا محامي هجره او مستشار هجره، هذول كيف تعرف انهم مؤهلين. شرحت فيديو كامل كيف تعرف ان هم مش مؤهلين، كيف تعرف ان هم مرخصين من قبل وزاره الهجره الكنديه. تدخل وتعرف. طبعا هذول اللي هم يساعدوك في موضوع المعامله. تمام، هذا الفئه الاولى اللي هي قلنا ايش؟ المهارات. طبعا في حاجه ثانيه في فئه المهارات حسب ما قال لي مستشار الهجره اللي معانا في المكتب، انه طبعا اذا انت تشتي تزيد النقاط، لانه كلها محسوبه بالنقاط، اذا انت تشتي تزيد النقاط يكون في حاجه اسمها التزكيه من المقاطعات. في كل مقاطعه لها معامله معينه على اساس انها تزكيه، انك مثلا بتروح على المقاطعه هذه وبعدين هذه تزيد لك موضوع النقاط. تمام، هذه خلاص خلصنا من ايش؟ من فئه المهارات. الفئه الثانيه كما شرحنا لكم مسبقا وهي فئه المستثمر. طبعا هنا في كندا البلاد طبعا ما شاء الله كبيره وواسعه، ويحتاجوا مستثمرين، يحتاجوا ناس يبنوا البلاد هذه. طبعا نفس الشيء المهارات، هم يحتاجوا ناس يعني خبراء، ناس تحاطحه، ناس يبنوا البلاد هذه. وفي نفس الوقت المستثمر اذا في مثلا عندك فلوس وعايز انك تبني في البلاد هذه تستثمر فيها، يساعدوك، بالعكس يرحبوا فيك، لانك شخص بتجي تدفع فلوس في البلاد هذه وتبني فيها وتفعل المشروع هذا بيوظف ناس كنديين، فهذا تحتاجه. ولكنه طبعا كل مقاطعه ومقاطعه تختلف، كما المبلغ الذي يحتاجوه. مثلا في بعض المقاطعات تحتاج مثلا 400,000 دولار، بعض المقاطعات 150، بعض المقاطعات يعني ما اعتقدش انه اقل من 100 او 100 او من 150 حاجه زي كذا. لانه في مقاطعات بعيده او تكون عند الثلج او حاجه زي كذا يمكن يطلبوا منك 50 100 150 حاجه 150,000 او كذا. كل مقاطعه تعتمد. طبعا ولايه اونتاريو هذا انا اعتقد انها حدود 400,000 دولار يكون معك عشان تستثمر في المدينه هذه.
طبعا هذه المستشارين الهجرة يكون عندهم المعلومات بالأشياء هذه. في بعض المقاطعات حتى وأنت مستثمر ضروري إنه يكون عندك اللغة الإنجليزية، مثلا أونتاريو صح إنه عندك فلوس ولكن ضروري يكون عندك اللغة الإنجليزية، ولكن في مقاطعات ما تحتاج إنه يكون عندك اختبار الآيلتس اللغة الإنجليزية. يعني إذا عندك فلوس تقدر تدخل كمستثمر وبالمبلغ هذاك اللي قلت لك 150 أو حاجة زي كذا. فأنت لما تتواصل مع مستشار هجرة أو محامي هجرة بيشرح لك، بيقول لك التفاصيل كلها وبيقول لك إيش تعمل ويسوي ويعمل لك كل حاجة الأشياء هذه لأنه فاهم في القانون. طبعا هذول الفئتين اللي قلت لكم، مهارات أو مستثمر. تمام. الآن نجي إلى موضوع اللجوء الذي دائما أنتم بتتكلموا منه واللي هو دائما يعني منشور في هذه الأيام. طبعا هنا كندا طبعا دولة إنسانية وموقعة في معاهدة اللجوء مع المنظمة المتحدة للاجئين، ولكنه على أساس إنك تقدم لجوء إلى كندا، اللجوء من فين يتم؟ عبر من؟ عبر منظمة الأمم المتحدة للاجئين، المفوضية للاجئين فقط. ما فيش أي جهة ثانية أخرى تقدر تساعدك في عملية اللجوء إلا في حالة واحدة. الحالة الواحدة إيش؟ إذا كنت أنت موجود هنا في كندا، بعدين هنا لما تكون أنت موجود في كندا تروح لعند محامي هجرة، والمحامي الهجرة هذا يأخذك إلى يبدأ معاملة قضية اللجوء هذه، يعتمد على القضية تبعك والأشياء هذه فقط. إذا كنت خارج كندا من هي؟ المفوضية. إذا كنت داخل كندا من هم؟ أي واحد يقدر يقدم لك الموضوع هذا. طبعا يعني محامي أو مستشار هجرة. طبعا حتى لما تروح لوزارة الهجرة هنا عشان تقدم على اللجوء تستقبلك، تخليك تعبي استمارة، وبعدين تقول لك خلاص أنت توكل محامي، وبعدين خلي المحامي هذا ايش يتواصل معك، يقول لك معك 28 يوم على اساس انك تجهز القصه. وطبعا اذا انت انسان ما فيش عندك يعني مثلا فلوس، يعني انت موجود هنا وصلت كندا ما فيش عندك دخل، ما فيش عندك فلوس، تمام، الحكومه الكنديه هي تساعدك بتوكيل محامي مجاني. في حاجه اسمها هنا عندنا اسمها الليجل ايد. الليجل ايد هذه في اسماء محاميين مساهمين خيريين يساعدوا في موضوع قضايا القضايا. طبعا الليجل ايد مش غير قضايا اللجوء، هذا كل القضايا القانونيه. اذا انت انسان ما عندك دخل وما عندك فلوس واشياء زي كذا يساعدوك يجيبوا لك اسماء المحامين ويوكلوا لك بعدين تختار المحامي الذي يعجبك. يعني طبعا هنا كيف المحامي اللي يعجبك؟ يعني تشوف اسماء المحامين، تشوف الريفيوز تبعهم ايش بيتكلموا الناس على المحامي واشياء زي كذا، تروح لعند المحامي تجلس معه ويجهز لك كل شيء فقط. خارج كندا المفوضيه، داخل كندا عادي عبر محامين او مستشارين هجره. تمام. فالموضوع هذا انا الان بنشرح لكم على اساس اقطع لكم اي اشياء ثانيه. الان انا بتوصلني شكاوي لصفحه النادي اليمني الكندي ولا صفحتي الشخصيه، بتوصلني شكاوي انه مثلا واحد يقول لي يا عادل في واحد بدفع له 25، قال ادفع له 25,000 ويخرج لي فيزا. اوكي فيزا ايش؟ يقول لي فيزا سياحه او فيزا زياره او شيء زي كذا. تمام. بكل بساطه طبعا هم بيرسلوا لي حتى بيوروني كيف صوره الفيزا، يعني يوريني على اساس عمني حقيقيه وما حقيقيه. شوفوا هنا على اساس انك تخرج له فيزا سياحه او فيزا زياره او شيء زي كذا او فيزا طالب، ضروري انك تروح للسفاره الكنديه علشان البصمه. اذا في واحد قال لك بيخرج لك فيزا واشياء زي كذا ما بيش في الموضوع بصمه، معناها انه في في الموضوع هذا. طبعا المزورين ما شاء الله مزورين خيرات، فهو هيزور لك فيزا ويقول لك والله فيزا وحقيقيه ومدري ايش. من اللي بيودف هنا؟ هو صاحبه بيقول لك خلاص لا تسلم ليش الفلوس الا لما اعطيك الفيزا. تمام. وهيسلم لك الفيزا وهتسلم له الفلوس وقت ما يسلمك الفيزا. ولكن شوف انت بتروح المطار بتروح بالفيزا هذيك. طبعا في كل مطارات العالم اذا في اي رحله تتوجه الى كندا هم يفحصوا الفيزا مع وزاره الهجره الكنديه في نفس اللحظه وانت موجود هناك، يفحصوا الفيزا يتفحصوا الفيزا. اذا اكتشفوا ان الفيزا مزوره، من اللي يروح فيها؟ ما يروحش فيها الذي عمل لك الفيزا وزور لك، اللي تروح فيها انت اللي ماسك الجواز وفيه فيزا مزوره، انت اللي خالفت القانون. والدوله الذي مسكتك وفيك معك فيزا مزوره لها الحق انها تحجزك تحبسك لانك دخلت في عمليه تزوير. فانتبهوا يا شباب واحذروا، وهذه نصيحه اخويه مني لكم، انتبهوا يا شباب واحذروا وخلوكم ناس عاقلين وناس فاهمين معاكم بكل وضوح. اوكي لا تسمعوا كلامي ولا تسمعوا كلام اي حد، ادخلوا لوزاره الهجره الكنديه cic.gc.ca. تمام. خلاص هتقول لي انا ما اعرفش انجليزي يا عادل، تمام، ادخل لا جوجل
خذ cic.gc.ca وحطه في جوجل بيترجم لك الموقع كامل على اي لغه في العالم، اللغه هنديه، انجليزيه، فرنسيه، اي عربيه، اي شيء، ويجيب لك الموقع كله بالعربي. يعني تقدر بنفسك تدخل تقرا. احنا اليمنيين فينا اشياء، فينا حاجه اسمها العجله. يعني لا خلاص ان نمسك الطريقه المختصره ونحن. ليش الطريقه المختصره؟ يا اخي اذا انا بتواصلوا معي اكاديميين، ناس مؤهلين، ناس عندهم انجليزي وعندهم جامعه، ليش يا اخي تدخل بالفئات هذه الغلط او بالطرق المخاطره هذه؟ يا اخي المعامله تاخذ من 6 شهور الى سنه، من 6 شهور الى سنه. تقدم على فئه المهارات، الموقع وزاره الهجره موجود عندك، تقراه بالتفصيل، يقول لك من A الى Z، حتى يكلمك عن عمليات النصب اللي بتحصل ويحذرك منها. انتبهوا يا شباب، انتبهوا. حاولوا ان انتم تخلوكم ناس واعيين. شوفوا ما شاء الله انه الهنود والصينيين بيدخلوا هنا في كندا بكثره، ولكنهم ناس فاهمين وعاقلين. كيف بيعملوا؟ بيفكروا الى المستقبل. اوكي انا بعد سنتين مثلا اقول الشيء سافر كندا، خلاص الشيء نقول اهاجر الى كندا. كيف يفعلوا؟ اوكي شوفوا ايش المتطلبات حق السفر او فئه المهاره الى كندا. يدخلوا يشوفوا المتطلبات، والله اوكي هذول عشان ادخل كندا يشتوا حاجه اسمها اللغه الانجليزيه واختبار الايلتس، تمام؟ يشتوا مني كذا، يجهزوا نفوسهم ويجهزوا اللغه حقهم ويختبروا الايلتس ويجهزوا اوراقهم. ياخذ منهم الموضوع سنه سنتين، المهم انه يجهزوا نفوسهم، تمام؟ وبعدين على طول يقدموا على فئه المهارات، وتاخذ المعامله من كم؟ من 6 شهور الى سنه. هذه المعلومه من مستشار الهجري اللي بيشتغل معنا في المكتب احمد العراسي، انه تاخذ من 6 شهور الى سنه. وبعدين تخيل يعني انت قدمت، تمام؟ مثلا نقول انت ما فيش عندك لغه ولا انت جامعي، زوجتك عندها لغه وجامعيه، تعبي الاستماره كلها باسم زوجتك واسمك موجود هناك، وعلى طول يقبلوك في خلال 6 شهور الى سنه حسب النقاط اللي موجوده معك. طبعا المحامين وهذا قد ما يفهموكم. وبعدين تدخل لكندا انت وزوجتك واولادك. شوفوا تدخل يعني وانت رافع راسك، مش انت داخلي لاجئ، انت رافع راسك داخلي انا مؤهل، انسان مؤهل، دخلت البلاد هذا، تمام؟ على اساس ان انا ابنيها. طبعا كندا ايش تعمل لك؟ مثلا معك 4 اولاد، تمام؟ هنا ولايه اونتاريو، اللهم صل وسلم عليه، يمكن تعطيك حدود $800 او لا من 500,000، يعني يقول حدود $600-700 لكل طفل من اولادك. هذا معاش شهري من الحكومه الكنديه يسموها التشايلد تاكس بنفيت، تعطيها لطفلك من يوم ما تدخل كندا. تحسب لك حتى مثلا اذا دخلت وعاملت في حق التشايلد تاكس بنفيت هذا حق الضرائب، وتاخذ المعامله مثلا 5 شهور او 3 شهور او 4 شهور، لما تخرج لك المعاش هذا طبعا يجيبوا لك يحسبوا لك من يوم ما دخلت على الاراضي الكنديه كمقيم. طبعا انت لما توصل المطار بيسلموك الاقامه في المطار، يسلموك يحسبوا لك من يوم ما دخلت، ويسلموك حق الاشهر هذا اللي مضت عليك كامل، ويسلموك المعاش هذا شهريا. توصل المبالغ هذه باسم الام. وهذه بيعملوها على اساس انهم يساعدوا الاباء او البيرنتس انهم في تربيه الاولاد. هذه شيء واحد. الشيء الثاني بتوصل هنا الحكومه بتساعدك، تمام؟ انت ما بيش عندك لغه تقوي لغتك، مثلا انت اوكي انت عندك لغه وبتدور على وظيفه، اوكي زوجتك ما عندك لغه، اوكي بندرس زوجتك بنعلمها اللغه مجاني من دون ما تدفع اي شيء. فالبلاد هنا حلوه وبتساعدك وبتعمل لك كل شيء، بس تعال معاهم دغري يكونوا معك دغري، تعال معاهم لف ودوران يدخلوا معاكم في اللف والدوران وانتم الخسرانين. يعني اذا دخلت لاجئ وقصه لاجئ وقصه مزوره واشياء زي كذا، حتى ولو بعد السنين اذا اكتشفوا انه قصتك مزوره لهم الحق انهم يسحبوا الجنسيه منك. لانه ما بني على باطل فهو باطل بالمعنى هكذا. فلهذا يا شباب حاولوا يا جماعه ان احنا نخلونا نكون ناس واعيين ونكون ناس فاهمين، ونكون نحاول نفكر بالطرق الصح على اساس ان احنا نوصل لهدفنا. اذا انتم ناس مؤهلين وناس متعلمين، ليش تدخلوا في المواضيع اللف والدوران هذه الثانيه؟ روح اختبر اللغه الانجليزيه، روح ادخل موقع وزاره الهجره الكنديه هذا السياسيه للصبيان وعبيه وقول خلاص اوكي انا عندي المؤهلات هذه، تمام؟ اذا اختبرت اللغه الانجليزيه اذا جبت معدل 7 هل بتقبلوني ولا لا؟ خلاص لما تعبي الاستبيان بعدين يقول لك خلاص يمكن نقبلك. مثلا اذا جبت معدل 7 وعندك مثلا قد ذكرت لهم عندك جامعه في مجال كذا واشياء زي كذا وخبره عمل كذا، اذا قال لك مؤهل خلاص روح خلص اللغه الانجليزيه واختبر وجهز نفسك وقدم. كم بتاخذ منك؟ اذا انت قد عندك لغه كم بياخذ منك؟ 6 شهور سنه تتعلم تقوي لغتك الانجليزيه واختبر الايلتس، تمام؟
اذا انت عندك اصلا لغه قويه ليش ما تروح تختبر الايلتس وخلاص وخلص نفسك. فانا حبيت يا شباب ان انا اشرح لكم الموضوع هذا بالتفصيل، على اساس انه يعني نحاول ان احنا نوعي بعضاتنا البعض، ونحاول ان احنا نكون ناس عاقلين وفاهمين، وانه نحاول انه نهرب من العمليات اللي بتجري حاليا في هذا الايام. والله اعلم ايش نيتهم. فان كان نيتهم طيبه فجزاهم الله خير، وان كان نيتهم سيئه فالله ينتقم منهم. فانا يا شباب انا بنحاول بقدر المستطاع انه اساهم في الفيديوهات هذه واشرح لكم بقدر المستطاع بالطرق والاشياء هذه، الدخول كندا والهجره الى كندا والحياه في كندا. وعملت لكم قناه وفي عندي بث مباشر كل سبت ارد على اسئلتكم بقدر المستطاع. وبين اعمل حاجه اسمها فلوجات الذي هي حياه عربي في كندا، على اساس ان اشرح لكم كيف الحياه كندا وكيف بتتم الحياه في كندا وكيف ايامنا، يعني اسبوعيه عربي في كندا. فبين اعمل بقدر المستطاع، ولكنه طبعا شخص واحد يعني بيكون تعب علي. ولهذا الشيء انا بنيت منتدى اسمه، طبعا هو منتدى قديم عندي من 2005، منتدى مملكه الصداقه العالميه، ولكنه عملت فيه فئات الذي هي الاسئله والاجوبه. فعلت فيه كتبت فيه فئات المهارات، فئات المستثمر، فئات الكذا، فئات الكذا. فانتم ادخلوا الى هذا المنتدى الذي هو linkinu.com او aaakingdom.com/ar المنتدى. تدخلوا هناك بتبصروا كل الفئات. مثلا عندك سؤال في فئة المستثمر، عندك سؤال في كذا. أنا الحمد لله بنكلم بعض الشباب والموجودين هنا واللي فاهمين في مواضيع الهجرة إنهم يساعدوني في الرد عليكم، لأنه شخص واحد ما بيقدر يعمل هذا الشيء وأقدر أرد عليكم. يعني بقدر المستطاع أنا يلا بنجي لكم البث المباشر، بس ما شاء الله بيجوا شباب كثير وأسئلة كثيرة. في هذا أنا عملت المنتدى هذا على أساس إن أنتم تدخلوا تحطوا أسئلتكم، وأنا إن شاء الله بإذن الله إن كان أنا أو الشباب الموجودين اللي بيساعدوا معايا من النادي اليمني أو من أي جهات أخرى إنهم يردوا على أسئلتكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا نساعدكم بقدر المستطاع. وفوق هذا كله، فوق مساعدتنا بإذن الله، معكم وزارة الهجرة الكندية، تقدروا تترجموا لأي لغة cic.gc.ca، تترجموا لأي لغة وتفهموا كل شيء. فجزاكم الله خير يا شباب. والشيء المطلوب منكم بس إنه الدعاء لنا بإذن الله يسهل أمورنا ويفرج همنا. واحنا باذن الله قد قلنا لكم ان كان انا او كان شباب النادي اليمني باذن الله سبحانه وتعالى كلهم مستعدين انهم يساعدوكم ويعملوا بقدر المستطاع ويردوا على اسئلتكم. ولكن قد قلت لكم الموقع قد ذكرت لكم اللي هو linkinu.com. انا برسل لكم بحطه في الرابط تبع الفيديو هذا باذن الله سبحانه وتعالى. وخلاص، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن أنتم تنشروا الفيديو هذا بقدر المستطاع، وإن شاء الله بإذن الله أكون ساهمت أن أنا شرحت شيء تكون إن شاء الله بإذن الله أشياء تكون فهمتوها بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا في عندنا أي معلومات أو أي مستجدات بإذن الله سبحانه وتعالى بنحاول نحن نعمل لكم أبديت. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.